السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، جيتكم اليوم بعمل جديد وبصدر جديد. يعني حنقدم لكم الوردة هذه وراح نوريكم كما لاحظتوا في أول فيديو صورة نتاع الروبة اللي مخيطة فيها القطعة هذه. قبل ما نبداو العمل تاعنا صلوا على الحبيب محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، وإذا كنتوا أول مرة تشاهدوا قناتي اشتركوا فيها وفعلوا الجرس، وبإذن الله راح تستفادوا معايا. قناتي فيها العديد من أمور الكروشيه، يعني كل ما يخص الكروشيه. وقبل ما نبدأ العمل تاعنا نقولوا بسم الله الرحمن الرحيم. أنا خدمت القطعة هذه بحرير على 2. إذا نبدأ على بركة الله، نقولوا بسم الله. أول حاجة طبعا الكروشي نتاعنا راح نخدمه كروشي رقم 10. ودائما كما عودتكم وكما تعودتوا على العمل تاعي، الحرير لازم او السلك يعني ما كاش مشكل، لازم تحرقي الرؤوس نتاعو. اول حاجه راح تخدميها طبعا هي عقده البدايه. راح تخدمي عقده البدايه وتخدمي 8 سلاسل بعد عقده البدايه، ونغلقوا الحلقه نتاعنا نغلقوها منزلقه. اذا نخدم 8 سلاسل ونغلقهم ونرجع لكم. إذا خدمت 8 سلاسل وغلقتهم غلقت في أول واحدة منزلقة. أول حاجة راح تديرها راح ترتفعي 3 سلاسل اللي هما عبارة عن أول عمود، وراح تعمري الحلقة هذه ب15 عمود بلفة. إذا أول عمود راح يكون 3 سلاسل، وراح تمسكي الخيط مثل العادة هكذا باش تخفي الخيط هذا والزيادة تقصيها. إذا راح نعمر الحلقة نتاعي نعمرها ب15 عمود بلفة. كما راكم تلاحظوا عمرتها ب15 عمود بلفة. الآن راح نرتفع ب3 سلاسل وغلقتها طبعا منزلقة. في أول سلاسل خدمناهم نرتفع ب3 سلاسل هم عبارة عن أول عمود، وفي نفس الفراغ نخدم عمود بلفة ثاني، وفي كل فراغ راح نخدم عمودين بلفة. في الدور هذا كل فراغ فيه عمودين بلفة، يعني راح نتحصلوا على 30. ركزوا معايا، 30 عمود بلفة. كان عندنا 15 عمود بلفة، في الدور هذا راح يصبحوا 30 عمود بلفة. إذا نكمل نخدمهم كامل في كل فراغ عمودين ونعودوا نلتقوا من جديد. إذا خدمنا الأعمدة وغلقناها منزلقة وتحصلنا على 30 عمود بلفة. الآن راح تخدمي 3 سلاسل. ركزي معايا، وراح في كل فراغ لاحظي خدمنا 3 سلاسل. نروحوا للفراغ اللي بعده مباشرة نخدموا غرزة حشو. نزيد نكرر العملية نفس الشيء مع الدور بأكمله، 3 سلاسل. نروح الفراغ اللي بعده مباشرة ونخدم أيضا غرزة حشو، وهكذا مع الدور بأكمله. راح تطبقي على الدور بأكمله حتى للنهاية. رجعت لكم بعد ما كملنا خدمنا كما راكم تلاحظوا 30 السلاسل هذو 30 وحدة. كنت تحسبوهم تلقاهم 30 وحدة من هذو السلاسل. علاش أنا نركز على كلمة 30؟ لأن راح نقسموهم على 5 مجموعات. لاحظوا هذو كل وحدة 4 والخامسة 5 مجموعات. إذا كل مجموعة فيها 6. لازم تعود عندك 6 حلقات من هذو، 6 من هذو تخدمي فيهم. راح تنتقلي لأول وحدة هنا وتخدمي 3 سلاسل وتروحي للحلقة اللي بعدها. لازم تخدمي في 6 فقط. لازم تحسبي هذو الحلقات 6 اللي خدمتي فيهم. إذا خدمنا الآن في 2، وهذه سلاسل الفراغ الثالث. نكمل 6 ونرجع لك. إذا خدمت 6 فراغات. لازم ما تحسبيش الفراغات اللي في الأعلى، تحسبي الفراغات اللي في الأسفل. 1 2 3 4 5 6 باش الحساب يجيك صحيح. الآن راح ترتفعي ب3 سلاسل وتلفي العمل وتدخلي في أول حلقة وتخدمي غرزة حشو. زيدي تكرري 3 سلاسل غرزة حشو، يعني تبقاي تروحي بتولي 10 دوائر بنفس أدوار وليس دوائر، 10 أدوار بنفس الطريقة. راح تخدمي واحدة من هذو تروحي وترجعي 10 أدوار. لاحظوا الشكل تاعها بعد ما خدمت 10 أدوار. بعد ما تخدمي 10 أدوار راح تهبطي تمري بالمنطقة هذه تخدمي غرز حشو أو غرز منزلقة. المهم لازم تنتقلي للفراغ هذا. أنا حابة نروح للفراغ هذا. راح ننزل بغرز حشو هكذا تمشي المهم معاها بغرز حشو. لاحظوا انتقلت بغرز حشو حتى للأسفل. الآن راح ننتقل للفراغ هذا اللي بعد
هذا، وراح نخدم في 6 فراغات نفس الشيء. راح نكرر العملية، راح نخدم في 6 فراغات، 1 2 3 4 5 6. راح نخدم حتى لهنا باش نبدأ نخدم في واحدة ثانية، نخدم في الثانية، نبدأ نروح ونرجع ونخدم 10 أدوار. كي تقسميها راح تطلع لك العدد الصحيح، وراح في كل مجموعة تخدمي 6 فراغات، راح تتحصلي على 5 مجموعات، لأنه 6 تقسيم 5 طبعا راح تطلع 30. إذا راح تحصلي على 5 بتلات للزهرة نتاعك. راح تكملي بنفس الطريقة كل مرة، راح 6 6 6 6، راح تحصلي على 6 بتلات. وراح هذه الطريقة اللي تخدمي بها الموديل هذا أو الوردة هذه. إذا أنا راح نكمل الطريقة ونكمل نخدم بنفس الشيء اللي قلت لكم عليه، نخدم 6 6 6. إذا ونعاودوا نتلاقاو من جديد، نوري لكم الزهرة نتاعنا واجدة. وراني قدمت لكم في أول فيديو طريقة تخيطها في الروبة، وكيفاش مصنعينها في الروبة وكيف مخيطينها. يعني عمل رائع جدا وجميل جدا. الحقيقة هي طلبتها مني أحد الأخوات، حبت تعرف الحساب نتاع الزهرة هذه، وانا قدمت لكم الصورة مع العمل مع الحساب هكذا، باش تاخذوا فكرة كيفاش تزينوا بها الموديل، تزينوا بها الروبة هذه. وعندي موديل آخر أيضا حنقدمه لكم في آخر الفيديو، تشوفوا كيف مخيطينه أيضا بطريقة جميلة ورائعة. إذا نكملها ونعاود نرجع لكم نوريها لكم جاهزة. إذا هذا هو شكل الزهرة نتاعنا بعد ما كملناها، اللي طلبتوها مني بكثرة. تقدروا تزينوها بأي نوع من الأحجار، أنا فقط حطيت لكم يعني فكرة بسيطة. يعني تقدروا تديروا اللون نفس لون الزهرة، وطبعا نفس اللون هذا، وكما حطوا في الصورة يعني وراح تشوفوها كيفاش مزينينها، كيفاش معقشينها، كيفاش مدينها في الظهر وفي الأمام وحتى في الذراعين. يعني هي زهرة بسيطة، ولكن مع الخياطة ومع القطيفة خرجت ما شاء الله تحفة، كما راكم تلاحظوا في الصور راني مقدمتهم لكم في بداية الفيديو في آخر الفيديو. نتمنى درس اليوم يكون عجبكم، كان يكون نال رضاكم. الأخوات اللي طلبوا مني زهرة نقول لهم راني لبيت لكم طلباتكم، إن شاء الله راح نلبي عدة طلبات إن شاء الله. ليمونج تاع القنوية طلبتهم بكثرة، إن شاء الله راح نقدمهم لكم. أيضا بعض الصدورة بعثوهم لي الأخوات، وحتى الناب اللي نابخون تاع القلب، قلبين في بعض، ثاني ناوية بإذن الله نقدمهم لكم. نقول لكم ما تخافوش، ما تزعفوش عليا، وإن شاء الله ما نطولش نقدم لكم جميع طلباتكم بإذن الله، ولكن بالدور. في الأخير نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى الملتقى في درس قادم بإذن الله.